الملاية دي ما كانتش عاجباني خالص. انتوا عارفين بقى زمان لما كنا بنقعد نتجهز وامهاتنا تقعد تجهز كده وتجيب ملايات وتجيب حاجات، ممكن تجيب حاجات اصلا انت ما تكونيش معاها فيها ولا ذوقك ولا حاجه، بس طبعا مش راضيه تزعليها وتقولي لا الملايه مش عاجباني او كده. فالملايه دي بقى لها فتره كبيره جدا، يعني زي ما بقول لكم يعني من زمان قوي عندي. كنت اول مره افرشها لاني كانت الشكل العام ليها وهي متطبقه اللي باين ليا الورده الكبيره اللي هي في اخر الملايه دي. بس قلت ده اما افرشها بقى والصيف وبحب البهجه وكده، فرشتها وطلعت والله حلوه مش وحشه خالص، وعجبتني بعد ما فرشتها. طبعا دخلت الاوضه التانية برضو غير الملايات. بحب ان انا لما اكون شايله ملايه مشجره او فيها رسومات كتير اطفال او حتى ملايات كبيره، لو مشجره احط ملايه بعدها هاديه كده يعني ساده شويه. فهنا كنت شايله الملايه اللي قبليها كانت مليانه يعني لعب اطفال ورسومات وكده، فحبيت احط حاجه هاديه. حطيت الملايه دي هي لونها بطيخي كده وفيها القطتين دول، شكلهم حلو قوي، حاسه ان هي برضو الوان صيف.